نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. اتفاق مصري روسي على إنشاء منطقة صناعية في خليج السويس. شكري يعنف نظيره التركي بسبب تصريحات حول مصر. الغزل والنسيج تطالب بقرار جمهوري لتقييد استيراد الملابس. للمرة السابعة هجوم إرهابي يستهدف كمينا بالجيزة. خامنئي يكرم القوات المشاركة في اعتقال البحارة الأمريكيين. الجيش السوري يحاصر مسلحي داعش في ريف حلب. بوكو حرام تشن هجوما وتحرق أطفالا أحياء في نيجيريا. 90 مليار دولار خسائر البورصات العربية بسبب النفط. وعلي والي يكتب: التعليم أساس التقدم ولكن بشرط. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم وزير خارجية جمهورية التشيك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفيرة جمهورية التشيك بالقاهرة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزير خارجية التشيك جدد خلال اللقاء الدعوة الموجهة للرئيس لزيارة رسمية للتشيك، مشيرا إلى ما ستمثله تلك الزيارة من دفعة قوية للتعاون القائم بين البلدين. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بأشرف سلمان وزير الاستثمار الاثنين، واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما في مجال تأسيس الشركات. اللجنة الروسية المصرية بدأت في خطوة تمهيدية التوقيع على مذكرة تفاهم بحضور وزيري التجارة الروسي والمصري لإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة خليج السويس. وقال أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس إن الجانب الروسي أبدى رغبته في الحصول على 2 متر من الأراضي بالمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات صناعية وتشغيلها بنظام المطور الصناعي، مؤكدا جاهزية الهيئة لتنفيذ. ومعنا على الهاتف الأستاذ ناجي عبد العزيز رئيس قسم الاقتصاد بجريدة المصري اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ ناجي. أهلا بك يا فندم. أستاذ ناجي، ما أهم الاتفاقيات التي من المنتظر توقيعها بين الجانبين المصري والروسي؟ هو في اتفاقيتين رئيسيتين تم الاتفاق على كافة الخطوط العريضة الخاصة بهما، وهي اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، منطقة الصناعات الروسية في منطقة شرق بورسعيد. دي خلاص اكتملت كل الإجراءات الخاصة بها، واتفق الجانبين على كل ما يتعلق بالتنفيذ. هيتم التوقيع على هذه الاتفاقية غدا في ختام أعمال اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين. أيضا سيتم اتفاق خاص بالمنطقة الصناعية أيضا، وهو اتفاق تمويلي في الأساس. هذا الاتفاق ستكون أطرافه صندوق الاستثمار الثلاثي المشترك بين روسيا ومصر والإمارات. هذا الصندوق سيتولى تمويل كافة المشاريع الخاصة بهذه المنطقة فيما يتعلق بأعمال البنية الأساسية والمرافق اللازمة لها. أيضا بموجب هذا الاتفاق سيكون في هناك أطراف أخرى. هذه الأطراف ستكون هي البنوك المصرية، البنوك الحكومية، لأنها ستتولى تمويل هذه المشروعات بالجنيه المصري. هناك أيضا مشاريع اتفاقيات أخرى، لكن لازالت هناك مفاوضات ومناقشات خاصة بها تتعلق بتمويل الواردات بين البلدين بالجنيه المصري أو تغطيتها بالجنيه المصري أو بالروبل الروسي لكل المبادلات التجارية. لكن أعتقد أن ده هيحتاج مفاوضات أو وقت أطول فيما يتعلق بإنجاز هذا الاتفاق. هناك أيضا مفاوضات بين الطرف المصري والطرف الروسي فيما يتعلق بالعديد من الاتفاقات والإجراءات الخاصة بتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالحجر الزراعي والفحص المسبق للصادرات والواردات. هذا سيتم إقراره قريبا، وأعتقد أنه ربما يحقق طفرة كبيرة بالمبادلات التجارية بين مصر وروسيا في المرحلة المقبلة. نعم، بشكرك أستاذ ناجي عبد العزيز. وبنرحب معنا في الاستوديو بالمهندس علي والي المستشار الاقتصادي للمصري اليوم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. باشمهندس علي، يعني هل ترى أن مصر تحتاج لإقامة منطقة صناعية جديدة؟ هي مصر محتاجة مش منطقة واحدة صناعية بس، محتاجة 100 منطقة صناعية.
يعني ويمكن الحاجه كمان احنا محتاجين مناطق صناعيه يابانيه وكوريه والمانيه وفرنسيه وانجليزيه وايطاليه وكل هذا. بس الحاجه الاهم من كده ان احنا عايزين نبص على كذا حاجه. اول حاجه المنطقه الصناعيه دي هنطلع منها مستفيدين بايه؟ فنمره واحد هي خلق فرص عمل، ونمره اتنين ايرادات للحكومه تقدر تستفيد بيها وتشغلها، تفتح بيها مدارس ومستشفيات وكذا حاجه ثانيه. طيب خلق فرص عمل، احنا النهارده سنه 2016، سنه 2018 في كام فرصه عمل هتخلق؟ 2020 2022 وطالع نفس الحاجه بالنسبه لايرادات الدوله. الارقام دي لازم تبقى باينه مبدئيا للديسيجن ميكرز اللي هم للمتخذ القرار في الحكومه، ده نمره واحد، وبالنسبه للشعب عشان الناس تبقى شايفه الصوره، يعني على الاقل بالنسبه لصاحب القرار. السفير سامح شكري وزير الخارجية أكد خلال لقائه النظير التشيكي بالقاهرة أن الحديث عن تشكيل قوة عسكرية شمال إفريقيا ليس لغرض محاربة الإرهاب فقط، بل ولحل نزاعات في القارة. من جانبه قال وزير الخارجية التشيكي لوبومير زوراليك أن التعاون العسكري بين البلدين يسير باتجاه إيجابي، خاصة بعد لقاء اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي لترسيخ التعاون في مجال صناعة المعدات العسكرية. لمزيد من التفاصيل معنا من المصري اليوم الأستاذ فادي فرانسيس المحرر الدبلوماسي، والسؤالنا ليك يا أستاذ فادي عن تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية التشيكي والمصري. في بداية المؤتمر السفير سامح شكري ذكر نتائج المباحثات اللي حصلت بينه وبين وزير الخارجية التشيكي، وكانت أبرز النقاط اللي تحددت في المباحثات هي تعميق العلاقات المصرية التشيكية في عدة مجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية وزيادة عدد السياح الأجانب التشيك إلى مصر، فضلا عن التعامل العسكري بين البلدين. السفير سامح شكري ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص تصريحات وزير خارجية تركيا جويش أغلو بالأمس لما قال إن إحنا بنسعى لعودة العلاقات مع مصر مرة أخرى. السفير سامح شكري قال إن مفيش عودة للعلاقات مع تركيا إلا إذا حصل تغيير جذري في المواقف التركية وعدم تدخلها في الشأن المصري. وزير خارجية التشيك أشاد بمواقف مصر في محاربة الإرهاب، وكمان أكد أن بلاده لا تعادي الإسلام إنما تنتقد التنظيمات الإرهابية اللي بتستخدم العنف. أعلن سامح شكري وزير الخارجية أن السياق العام لتصريحات وزير الخارجية التركي جويش أغلو حول رغبة أنقرة في تطبيق العلاقات مع مصر وما تضمنته من تدخل في الشأن المصري مرفوضة، في إشارة لما ذكره أغلو عن وجود مشكلة اقتصادية في مصر، وأكد أن تلك العبارة جعلت تصريحاته عن التقريب ليست ذات جدوى. المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرر عقد اجتماع طارئ وزاري بحضور عدد من وزراء الحكومة لتقييم مشروعات تطوير المزلقانات بمحافظات مصر وبحث كافة العقبات التي تعترض تلك الخطط لتطويرها. جاء هذا بعد حادثة قطار العياط أمس والتي راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، وكلف إسماعيل خلاله وزير النقل بإجراء التحقيقات لمعرفة أسبابه. مهندس علي، عودة لحضرتك، يعني كابوس الحوادث الطرق أصبح كابوس يومي متكرر مش بس في القطارات إنما في الطرق. إيه المقترحات اللي ممكن تبقى ضمانة اقتصادية وضمانة لحياة الناس وأمانهم وسلامهم؟ طيب هي دي حاجة متكررة بقى لها مدة طويلة جدا، فأنا عايز أمسك موضوعين. الموضوع الأولاني بالنسبة للمزلقانات، الموضوع الثاني بالنسبة لعبور المشاة، على أساس إن هم دول حاجتين من الحاجات اللي فيها حوادث كتيرة. المزلقانات، احنا مصر عندنا 5000 كيلومتر طرق، 5000 كيلومتر سكه حديد، فيهم حوالي 5000 مزلقان، 90% منهم مزلقانات ميكانيكيه و10% كهربائيه. ايه الفرق؟ الفرق ان الاولانيه دي بيبقى فيه قاعد عماله قاعده تشتغل عليها، بيجي لهم مكالمه من سواق القطر من قبلها ان هو دي الميكانيكيه ودي ارخص بكتير، فبالتالي ودي اللي شغاله في مصر بقى لها مده، دي 90%. فدول لما بيجي له مكالمه بدري بيقول له القطر جاي، فبالتالي بيقفل المزلقان. فانت معتمد على الطاقه البشريه انها تقدر تقفل المزلقان، وفي عماله شغاله طول الوقت. طيب الخطأ البشري بيعلى كمان نسبة، والخطأ البشري بيعلى. طيب تكلفه تحويلها الى الكتريكال، الى كهربائيه، $1,000,000، فبالتالي $1,000,000 في 4500 باقيين يبقى $4.5 مليار. يبقى ده الرقم اللي احنا محتاجينه علشان نقدر نحولها ونقدر نحمي. غير كده هيبقى دايما في فرصه ان في العامل البشري ممكن يدخل في تاثير في حاجه زي كده. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه بالنسبه للمزلقانات، الحاجه الثانيه بالنسبه للمزلقانات، الحاجه الثانيه بالنسبه للمزلقانات، الحاجه الثانيه بالنسبه للمزلقانات، الحاجه الثانيه بالنسبه للمزلقانات،
فده نمره واحد. يعني نمره اتنين بالنسبه فده قرار لازم ناخده يعني بالنسبه لنا نشوف الصوره. نمره اتنين بالنسبه للعبور المشاة، عبور المشاة جزء كبير من الحوادث في مصر بتحصل عبور مشاة، ويمكن حضراتكم مش حضراتكم، حضراتنا كلنا يعني بنواجهها يوميا، في ناس بتعبر المشاة مثلا على طريق الدائري او على اي طريق تاني وما عندهمش طريق تاني يعبروا منه. فهو لو خدنا مثلا الكوبري اللي عن طريق على فوق الطريق الدائري ده بيكلف ما بين 5 ل 10 مليون جنيه. طيب الكوبري ده الناس مستعده انها تدفع فلوس، يعني تدفع اسمنت، تدفع حديد، تدفع وقت، حاجه علشان تقدر انها يعني تحمي ارواح بتحصل هناك. المشكله بقى ترجع انك انت طيب اكلم مين في الحكومه؟ مكلم وزاره النقل ولا محافظه القاهره ولا الجيزه ولا وزاره التخطيط؟ كل دول معنيين بالطريق. مين فيهم المسؤول عن ان انا لو عايز يعني ان هم ان انا اقول لهم لو سمحت حطوا كوبري مشاة هنا او اعملوا دي؟ هتلاقي في الاخر ان هو وزير النقل بيخطط، وزاره التخطيط بتخطط، والمحافظه بتخطط، واللي بيحصل ان هو الوزير او المحافظ بيجي جديد بيضع خطه، بيمشي الخطه بتخش في الدرج. ودي راجعه كلها ان الخطه الدوله ما عندهاش خطه، يعني هيئه عليا للتخطيط. الصين وكوريا وسنغافوره ودول كثيره جدا اللي تقدمت بهيئه عليا بتخطط للدوله كلها وملزمه للجميع. فالخطه بتنزل، احنا عايزين 15 كوبري مشاة في هذا المكان او في الطريق ده كله تنفذ على مدار ال3 سنين الجايه. ما بتبقاش مسؤوليه وزاره النقل او مسؤوليه المحافظه او مسؤوليه وزاره التخطيط هي اللي بتقضي على مسؤوليه الهيئه العليا دي. بدون هذا الموضوع هنفضل دايما في السياق ده، واحنا بنفقد سنويا حوالي فوق ال 10,000 واحد في الطرق. دول تقريبا 3/4 اللي فقدناهم في حرب سنه 73. فاحنا سنويا بنفقد هذا العدد وبيتزايد. تصاعدت حدة الخلاف بين ممثلي رجال الأعمال ووزارة القوى العاملة، وذلك بعد تصريحات وزير القوى العاملة جمال سرور حول مشروع قانون العمل الجديد الذي أكد أنه يعمل لصالح جميع أطراف العمل ويحقق في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية. وأكد المهندس محمد أسويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب أن القانون في حال تطبيقه سيكون ظالما للصناعة الوطنية. مهندس علي، كيف ترى أزمة هذا القانون، وهل بالفعل سيسبب أو سيكون عائقا أمام رجال الأعمال؟ أيوه، هي أزمة كبيرة، لأن في الآخر إحنا هدفنا إن 90 مليون يقدروا يلاقوا فرص عمل في مصر، ولكن الوسيلة لذلك هي إن في ناس تفتح شغل. فبالتالي لازم رجل الأعمال يعرف يكسب في مصر أيا كان مصري أو أجنبي علشان يقدر إن هو يفتح فرص عمل لناس أكتر. الحلقة دي مفروغة وإحنا مش قادرين نفهمها كويس. احنا طول الوقت شايفين ان رجال الاعمال دول معظمهم ناس فاسده، فبالتالي لازم ان احنا نحمي نفسنا من كل حاجه عليهم. احنا محتاجين نحط سيستم ان هو نظام يقدر ان انت تضمن النظام يمشي زي اي دوله تانية. فممكن نبص على قانون العمل في الصين، قانون العمل في كوريا، قانون العمل في ماليزيا، في تركيا، في مش لازم نبص عليه في فرنسا لانه قانون متعب جدا. ممكن تبص عليه في امريكا بس برضه هو مجحف في الناحيه الثانيه، ولكن في دول كتيره ممكن ناخدها منها. بالفعل هو في مصر متعب. ليه بقى؟ لان في كذا حاجه. هم يعني الشكاوي جايه من ايه؟ نمره واحد، يجدد تلقائيا العقد. يعني لو انا نسيت ان انا يعني الغيه، فبالتالي العامل ده افضل قاعد معايا. طب افرض انا مش عايز العامل ده، ما اقدرش ان انا امشيه. نمره اتنين، لو انا حبيت افسخ العقد ده لازم اروح مكتب العمل، طب ما اقدرش افسخه عندي. نمره ثلاثه، لو العامل تظلم لازم نرفع على بعض قضايا، وفي الاخر نقعد مثلا 3 سنين في المحاكم قاعدين، ولازم ادفع له مرتبه. وعلما افرض انا مش عايز العامل ده، او افرض انا بخسر كويس. فالحلقه الاساسيه هي ان لو رجل الاعمال كسب كويس، العامل هيكسب. الدوله بقى عليها انها تضمن حق العامل بعد كده من رجل الاعمال، ولكن مش عن طريق قانون. القانون لازم يبقى محطوط في سياق ان هو يشجع الاستثمار. بعد زيادة الرسوم الجمركية بقرار جمهوري على بعض السلع المستوردة من الخارج، طالبت قيادات عمالية بمصانع الغزل والنسيج تطبيق القرار على الأقمشة والملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، وذلك للحفاظ على صناعة النسيج المحلي، مؤكدا أن الحكومات السابقة عملت على تخفيض التعريفة الجمركية على الأقمشة والملابس الجاهزة المستوردة، مما أدى إلى تدمير صناعة النسيج في مصر. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك. أهلا بك. إيه تحديدا مطالبكم من الرئاسة اللي بتعتقدوا أن من شأنها الحفاظ على صناعة النسيج المصري؟ ما فيش اعتراض تماما على قرار زي ده بيحمي الصناعة الوطنية وبيحمي صناعة الغزل والنسيج، لكن في المقابل لابد من أن يكون في، أنا عندي الآلية اللي بتنتج هذا المنتج
وينافس بقدر المستورد، وفي نفس الوقت احافظ على صناعتي ويكون عندي المنافسه اللي تكون على نفس المستوى بتاع المستورد. ما ينفعش ان انا اقول ان انا هفرض رسوم على شيء انا ما بنتجهوش، والا انا اللي هعمل خلل وهفتح باب للتهريب وهفتح باب للابواب الخلفيه وكده. القرار في حد ذاته كويس جدا، ولكن يجب ان يدرس ولا يطبق على كل المنتجات. ده حاجه كويسه ان الصناعه الوطنيه يبقى في حفاظ عليها، ودي خطوه ايجابيه ومهمه، ولكن انا بعتقد انها لا تنطبق على كل المنتجات بسبب ان انا ما عنديش كل المنتجات ديت، او بسبب ان انا منتجي مش على نفس مستوى المستورد. بشكرك جدا استاذ جمال عثمان القيادي العمالي بشركه طنطا للكتان، والحقيقه قال نقطه في منتهى الذكاء والقوه، يعني فكره انه اذا رفعنا الرسوم الجمركيه نرفعها على حاجات موجوده عندنا عشان ننافس. حضرتك شايف انه هذا الطرح ممكن يساهم في تشجيع الصناعه المحليه؟ ايه المحاذير او المعايير اللي ممكن نحطها قصاد عينينا؟ هو انا بصراحه عاجبني جدا كلام استاذ جمال، لان هو بيلخص الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها. ودايما يعني الحلول معظمها موجوده في ايدين الناس الموظفين في اي مكان. فبالتالي يعني اي مستشار بيجي في مكان لو سمع الموظفين الموجودين هيسمع تقريبا 90% من الحلول، بعد كده يبص على الدول الثانيه عملت ايه، بعد كده يجمع الاثنين مع بعض ويطلع بنتيجه. فهو الحل موجود بالنسبه، هو الجمله الاساسيه اللي قالها ان هو في ما دمت انا ما بنتجش المنتج ده ففرض رسوم عليها مش يعني بالعكس يفتح ابواب خلفيه لان الناس محتاجاها. بالظبط، فهو بيغلي المنتج في الاخر لان كده انا محتاج الحاجه دي. وهو بيتكلم على النقطه الحقيقيه انك انت محتاج تشجع الصناعه الوطنيه. احنا باختصار بسيط جدا يعني في صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه احنا متاخرين جدا. احنا بنصدر ب 2 مليار دولار تقريبا، تركيا بتصدر ب 27، الهند ب 36، يعني غزل ونسيج وملابس جاهزه. الهند نمره 2 عالميا، الصين ب 300 نمره 1. فاحنا المفروض نبقى على الاقل 10% من الصين بس، فاحنا بعاد جدا. وهي اعتقد ان احنا ما بنتكلمش في موضوع انقاذ، هي المفروض نتكلم في موضوع ان احنا يعني لو انقاذ الوضع على ما هو عليه بلاش، لا مش فارقه يعني، انت بنتكلم في 10 اضعاف الرقم ده. استشهد فرد أمن مدني وأصيب آخر في هجوم إرهابي على نقطة تمركز أفراد مدنيين تابعين لهيئة الطرق والكباري عند نزلة اللبيني بشارع الهرم. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النيران من أسلحة آلية ظنا منهم أن أفراد النقطة ينتمون لوزارة الداخلية. وأكدت أن محافظة الجيزة سجلت تنفيذ 7 أعمال إرهابية بنفس الأسلوب خلال الشهور ال4 الماضية. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الحادث معنا من المصري اليوم أستاذ عمر حسنين مدير التحرير. بعد التحية أستاذ عمر، ما تفاصيل ملابسات هذا الحادث وما هي آخر تطوراته؟ تعرضت نقطة تابعة لمراقبة الطرق في وزارة النقل إلى حادث إرهابي خسيس صباح اليوم، حيث أن مجهولان يقودان دراجة نارية أمطر من داخل البناية الصغيرة بوابل من الرصاص. 14 رصاصة منها أصابت أحد الضحايا وأردته قتيلا في الحال، بينما أصيب زميل آخر له ونجا الزميل الثالث. التحريات قالت أن الإرهابيين نفذوا 7 جرائم في هذه المنطقة بنفس الطريقة، وأنهم نفذوا هذه الجريمة ظنا بأن من بداخل هذه النقطة هم رجال شرطة، وذلك بسبب وقوف سيارة شرطة قرب الكمين. أجهزة النيابة العامة أجرت معاينة للحادث، وهناك عمليات بحث وجمع للمعلومات للتوصل إلى منفذي هذه الجريمة. المصري اليوم تنشر غدا في صفحتها الاقتصادية انفوجراف عن خريطة العالم لعائدات الموانئ بالمليون دولار، وتصدرت خلاله الموانئ الصينية المراكز الأولى عالميا، فيما تصدر ميناء بورسعيد بمصر بعائد 3 ملايين دولار بالتساوي مع ميناء جدة السعودي. مهندس علي، يعني دايما لما يجي ذكر الصين بنفتكر حضرتك وبنفتكر ان انت قد كده يعني بتستلهم من التجربه الصينيه تحديدا في الموانئ، ومقارنه مع قناه السويس ايه اللي ممكن ناخده كدرس من ميناء او الموانئ الصينيه تحديدا؟ طيب، هو النجاح اللي الصينيين عملوه في المواني وفي غير المواني كبير جدا، وواضح في هذا الانفوجراف بكل قوه، يعني ان هو
في اكبر 20 ميناء عالميا الموانئ الصينيه تتصدر بكل قوه عالميا. الفكره ان هم بالنسبه لنا لمنطقه محور قناه السويس احنا عايزين نخلق فيها منطقه لوجستيه، ودي كلمه عاملين بنقولها بقى لنا 20 سنه، ومنطقه صناعيه. علشان نخلق منطقه لوجستيه محتاجين 3 حاجات. اول حاجه ميناء قوي. ميناء بورسعيد بيصدر بحوالي 3 ل 4 مليون حاويه في السنه، كونتينر 20 قدم. في مقابل الميناء بتاع شنغهاي اللي هو اكبر واحد في العالم ب 35 تقريبا مليون حاويه سنويا النهارده. ده نمره 1. محتاجين مطار قوي كويس زي مطار دبي، زي مطار بتاع اسطنبول في تركيا، زي مطار بتاع سنغافوره، زي هونج كونج. مطار قوي بشركه طيران قويه جدا او كذا شركه قويه، من غير ده برضو مش هينفع. ده اللوجستيه. نمره 3 محتاجين خطوط قطارات للبضائع رابطه، هي اسمها مالتي موديل، بتوصل بالمناطق الصناعيه 6 اكتوبر وال10 رمضان، وتوصل باسكندريه الناحيه الثانيه، فيقدر المصدر ينزل حاجاته عندنا هنا، بعد كده يبعتها تتصنع في النص، بعد كده يصدرها الناحيه الثانيه، او الشركات تبتدي تفكر في افكار جديده تخفض بيها التكلفه انها ما تعديش قناه السويس وتعدي من الناحيه الثانيه. فدي الحلقه ال3 دول يتربطوا مع بعض بمنطقه معارض تقدر تربط المنتج كله مع بعضه، كده تقدر تخلق منطقه لوجستيه. كويس. الجزء الثاني تخلق منطقه صناعيه بتخدم بقى المنطقه اللوجستيه دي كلها. دي محتاجه بقى خطه قطاعيه لكل القطاعات اللي احنا عايزين نركز عليها 4 أو 5 في الاول، ودي ممكن يعني حديث ثاني يعني اطول. انفوجراف آخر حول صادرات منتجات الطاقة في دول العالم بالمليار دولار، والتي تشمل الفحم والبترول والغاز والديزل والوقود الحيوي. وتصدر روسيا ب316 مليار دولار، تليها السعودية ب285 مليار دولار، في حين كان رصيد مصر ب6 مليارات دولار. مش مهندس علي، يعني على ذكر الطاقة وتحديدا الغاز، يعني هل الاتفاقيات أو تأثير الاتفاقيات الغاز التي عقدتها إسرائيل مع قبرص واليونان، ما تأثيرها، وهل يمكن لمصر الاستفادة منها اقتصاديا؟ ولا حاجة، تأثيرها ولا حاجة. يعني الصورة اللي هي تصورها رئيس وزراء إسرائيل مع رئيس وزرائهم الاثنين ما تفرقش معانا، بس أقولها لك من الناحية الاقتصادية ليه ما تفرقش معانا. لسبب، هي إسرائيل عندها حقل غاز في حوالي 20 أو 25 تريليون قدم مكعب، ده رقم كبير كويس. ولكن علشان تقدر تخرجه عندها 3 اختيارات. الاختيار الأرخص هو مصر، إنها تصدره إلى مصر والمصانع المصرية تستخدمه، ده أرخص اختيار. الاختيار الثاني جوه مصر إنك تصدره إلى مصر ومصر تصدره بره عن طريق المصانع اللي هي المسيلة للغاز اللي هي موجودة في على البحر المتوسط. فده الجزء الأولاني اللي يبقى الأوبشن الأولاني مصر. الحاجة الثانية تركيا. هما بالنسبة لهم تركيا ده يعني برضو ميزة ان تركيا بيفكروا فيها ناحية سياسية وناحية اقتصادية، ولكنها اغلى. كويس. الاختيار الثالث انها تصدرها عن طريق اليونان وقبرص، بس ده 1700 كيلو مواسير بتكلف 2 مليار دولار، وبالتالي في الاخر التكلفة بتعلى عليهم اكتر، فهو استخراج من البحر والتكلفة دي زيادة، بتلاقي ان هو ده اغلى تكلفة هيروح لها لو هو الاثنين التانيين قفلوا معاه. بس هو بالنسبة له الاختيار الاولاني هي مصر. كويس. والمناقشه هنا هتبقى بالنسبه لمصر، طب يقدروا بقى لان هم كسبوا علينا تحكيم دولي في الصادرات بتاعه الغاز اللي احنا كنا المفروض نصدرها دي، فنقدر نلغي ايه في مقابل هم يقدروا يدونا ايه. فهي دي الحاجه يعني. توافد عدد كبير من أعضاء رابطة ألترس النادي الأهلي بدءا من 2 بعد ظهر اليوم على مقر النادي الأهلي في الجزيرة من أجل إحياء ذكرى أحداث استاد بورسعيد عام 2012 عقب مباراة الأهلي والمصري، والتي اندلعت خلالها اشتباكات بين مشجعي الفريقين راح ضحيتها 72 من أعضاء رابطة ألترس أهلاوي. شهد حلمي النمنم وزير الثقافة مساء أمس حفل تنصيب الفنانة يسرى سفيرة للنوايا الحسنة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، بحضور نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك جان بيجيل، ودكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء. ولمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. النهارده يوم جميل
يوم جميل بالنسبة لنا كلنا كمصريين، عشان فنانة عظيمة من عندنا نصبها تنصيب يسرى سفيرة للنوايا الحسنة. والآن وشاح يسرى كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة المعني بالإيدز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يسرى UNAIDS Goodwill Ambassador. شرف وجودكم النهارده معايا مخليني احس ان انا جامده قوي بيكو وقويه بيكو، وما كانش ممكن ولا يمكن اقدر اعمل اي حاجه الا بيكو. السبورت بتاعكم ليا هو اللي مخليني قويه. الحب مالينا غيره، والله مالينا غيره يدفينا. مشاهدينا فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منح وسام فتح لقادة القوى البحرية بالحرس الثوري الإيراني الذين اعتقلوا البحارة الأمريكيين. وكان خامنئي استقبل الأسبوع الماضي أفراد الحرس الثوري المشاركين في العملية، وأشاد بخطوتهم التي وصفها بالشجاعة وفي وقتها المناسب. رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن إعادة التفاوض حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي دون أن يتوصل إلى أي اتفاق. وكان كاميرون يأمل عمل استفتاء شعبي على عضوية بلاده بالاتحاد قبل انتهاء العام الجاري، ويتطلع الجانبان للانتهاء من الإجراءات لتقديمها لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فبراير الجاري. سويسرا تعتزم التصويت على مقترح لمنح كل مواطن 2450 دولارا شهريا بغض النظر عما إذا كان موظفا أم عاطلا عن العمل. وفي حال الموافقة على هذا الاقتراح ستصبح سويسرا الدولة الأولى في العالم التي توفر دخلا شهريا لمواطنيها دون قيد أو شرط. مهندس علي، يمكن يكون ده السؤال الأصعب اللي ممكن نسأله أبدا إنه بالتأكيد لسنا قريبين أبدا من هذا المعيار، إنما إيه اللي يخلي دولة تبقى بهذا القدر من الغنى والثروة التي توزع توزيعا جيدا على مواطنيها، ودولة ثرية بالفعل زينا عندها كل هذا النقص والعجز؟ طيب هم عايزين يوزعوا قد ايه؟ 2450 دولار شهريا بالظبط. انا اعتقد ده لا يمكن يحصل. يعني ما اعتقدش انها ولا تحصل عندنا ولا تحصل في سويسرا، فبالتالي مش هي بس، هم ممكن مجرد مقترح، هم هيقترحوا هيصوتوا عليها، بعد كده هيصوتوا يجيبوا الفلوس منين؟ فالفلوس الفلوس دي ما بتجيش من حته، يعني دي 2450 دولار مضروبه في 12 مضروبه في 8 مليون مواطن سويسري، دي تقريبا غالبا هتطلع قد ايراد الدوله كله. كويس؟ فما اعتقدش ان هم يعرفوا يعملوها. يعني ممكن 500 دولار، ممكن 400 دولار، بس 600 700، بس 2400 دي استحاله. انما السؤال عن الاعاشه، عن قدره الدوله على اعاشه المواطنين، ده ازاي ممكن، او ازاي ممكن يتحقق في بلد زينا؟ الاعاشه ازاي؟ انه منح على الاقل يعني صرف مكافآت بطاله او تعضيد او دعم ان تتحسب. يعني هي بتتعمل في بلاد كتيره وهتكلف فلوس معينه، يعني ممكن نستغنى عن حاجه في مقابل حاجه. يعني احنا ايرادات مصر حوالي 60 مليار دولار، مصاريفها 90. ال 90 دي بنصرف 3 حاجات كبيره: دعم اجور موظفين، دعم للفايده، دعم للوقود، وفايده. فالوحيده اللي ممكن نوفر فيها هي الدعم. ممكن تقلل الدعم من هنا تطلعه من ناحيه ثانيه. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو استعرض خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما، إضافة لمناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
مجموعة من المراقبين الروس يعتزموا إجراء رحلة مراقبة على متن طائرة AN-30B في الأجواء التركية في إطار معاهدة السماء المفتوحة. وأوضح رئيس المركز الوطني للحد من الخطر النووي سيرجي ريغوف أن الطائرة الروسية ستقوم بالرحلة بالاتفاق مع تركيا، وأن مختصين أتراك سيكونون على متن الطائرة للتأكد من الالتزام بمسار الرحلة. الجيش السوري بمساندة جوية من الطيران الحربي الروسي تابع التقدم في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بهدف تحرير ريف حلب بشكل كامل. وتمكنت القوات من الدخول إلى بلدات الريف وحصار عناصر التنظيم بشكل كامل بمعاقله. المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا كشف عن لقاء مرتقب مع وفدي الحكومة السورية والمعارضة بجنيف بحضور منسق الهيئة العليا للتفاوض وممثل جماعة جيش الإسلام، لإظهار أن السلطات السورية لا ترغب في التوصل لتسوية سياسية. ومن جانبه أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودية أن المملكة تدعم المعارضة السورية سواء بقيت في محادثات جنيف أو انسحبت منها. مقتل طفل سعودي وإصابة 9 من أفراد عائلته في منطقة نجران جنوبي السعودية جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية، فيما لم توضح السلطات السعودية نوع المقذوف الذي سقط أو الجهة التي أطلقته، على الرغم من تكرار هذه العمليات الفترة الماضية والتي تنسب في العادة إلى المسلحين الحوثيين. المتحدث باسم التحالف العربي أحمد عسيري قال أن مستشارين أمريكيين وبريطانيين يقدمون المساعدة لقوات التحالف لتحسين عمليات القصف الجوي وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأكد على توافر معلومات تفيد بتواجد مراكز القيادة والمنشآت التابعة للميليشيات الحوثية بأماكن مدنية يصعب عليهم قصفها. مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا في هجوم لجماعة بوكو حرام قرب مدينة مايدغوري شمال شرق نيجيريا، واقتحم مسلحو الجماعة قرية دالوري وأحرقوها بالكامل، مما أدى إلى فرار سكان من منازلهم نحو الأدغال. ويعد هذا الهجوم هو الثالث في الآونة الأخيرة، كما أنه يعد أكثر الهجمات دموية. المبعوث الأممي للتحالف الدولي بريت ماكغورك أكد على دعم واشنطن للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على سيادة العراق الوطنية. وجاء ذلك خلال مباحثات ماكغورك برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الحرب على التنظيم وتسليح وتدريب القوات العراقية. البورصات العربية تراجعت بشكل كبير خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مدفوعة بالانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي سجل أدنى مستوياته منذ عام 2004. ووفقا لحسابات وكالة الأناضول خسرت البورصة العربية نحو 90 مليار دولار، منها 65 مليار دولار من نصيب السوق السعودي، يليها بورصة قطر بنحو 12 مليار و60 مليون دولار. باشمهندس علي، يعني هل انخفاض أسعار النفط عالميا يمكن أن يكون له مردود إيجابي على دعم المواد البترولية المصرية؟ هو له مردود إيجابي جدا طبعا، لأن هو بيوفر تكلفة الفاتورة اللي احنا بندفعها في الاستيراد، فبالتالي هيوفر فلوس الدولة بتصرفها. نعم، وهيوفر علينا الدعم كمان أعتقد، ويوفر علينا تكلفة من مصاريف الدولة. يعني فاحنا بنصرف يعني فوق ال 140 150 مليار جنيه في فاتورة الدعم. الفاتوره دي هتقل لان احنا مصاريفنا في الاخر يعني لان سعر البترول نزل. يعني رغم تضرر الاقتصاد العالمي الا ان مصر ستستفيد من تدني مستويات النفط. بالظبط. المتحدث باسم حركة حماس قال إن المقاومة في قطاع غزة امتلكت من الأوراق ما يجبر إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين منذ الحرب على غزة عام 2014. وشدد خلال حفل نظمته الحركة لتأبين 7 من عناصرها قتلوا داخل أحد الأنفاق الأسبوع الماضي على مواصلة الاستعداد والتجهيز للدفاع وبناء الأنفاق. مشاهدينا إلى فاصل، نواصل بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم.
وتحت عنوان وهل طلع الرئيس ورقة إسلام جويش؟ يكتب الكاتب الصحفي حمدي رزق معترضا على القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جويش، مؤكدا أن ما يحدث يسيء للنظام وصورة مصر، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لو علم بالموضوع لهاله الأمر من حجم المتاجرين باسمه، مطالبا بضرورة تدخله لإنقاذ سمعة مصر وتخفيف القبضة الأمنية على الشباب وإعلان هذا العام بدلا من عام الشباب إلى عام حرية الشباب. وتحت عنوان التعليم أساس التقدم ولكن بشرط، يكتب المهندس علي والي مقاله غدا بالمصري اليوم مطالبا بوضع استراتيجية جديدة قبل وضع خطط لتطوير التعليم، وهي خلق نظام يستفيد من المتعلمين الحاليين، مطالبا الدولة بضرورة الحفاظ على الكفاءات الجديدة قبل هروبها خارج مصر لقلة فرص العمل أو عروض أفضل. ومن حسن حظنا المهندس علي معانا شخصيا. السؤال لحضرتك، هل تعتقد أنه الدولة فعلا فشلت في توظيف الكفاءات فهربت منها، والكفاءات الموجودة حاليا كفاءات إدارية ضعيفة؟ هو الإجابة دي طبعا يعني دي حقيقة مؤكدة قدامنا شايفينها في كل حتة. فأيوة الكفاءات الموجودة في اللحظة الحالية تعتبر يعني للأسف ضعيفة، لأنها ما اتمرنتش وما اتدربتش ولا تقيم بالطريقة اللي انت يعني بأهداف موضوع للدولة الاقتصادية. بس النقطة الأساسية بس كنت عايز أرجع لها سريعا للتعليم. التعليم هو الحاجة، لو تسألي حضرتك أي حد في الشارع في مصر هيقول لك من غير التعليم مش هنقدر إن احنا نطور بلدنا. مهاتير محمد طور ماليزيا بالتعليم، الصين طورت نفسها في التعليم وبعد كده تقدموا. طيب السؤال هنا نمرة واحد، التعليم هياخد في مصر الوقت قد ايه عشان نطوره؟ 15 سنة عشان تطلع جيل جديد. طيب الجيل الجديد ده لما نطلعه ويطلع ما يلاقيش شغل كويس، هيروح فين؟ هيروح دبي والسعودية أو يروح أي بلد تانية، ده باختصار. فبالتالي يبقى احنا الحمد لله نجحنا ان احنا نوفر التكلفة على دبي، وان احنا نبعت الناس دي تشتغل في دبي بسعر رخيص ليهم. المطلوب هو يعني منظومة للاستفادة من المتعلمين، ومصر فيها متعلمين كتير موجودين داخل الحكومة النهاردة. يعني أنا اشتغلت معاهم في 3 وزارات الفترة اللي فاتت، الاستثمار والنقل والتخطيط، في كمية كفاءات كتيرة موجودة، بس هي الفكرة انك انت لا يوجد منظومة للاستفادة من الناس دي، فبالتالي انت مش عارف تكتشفهم كويس. ليه؟ لأنك انت بتكتشفهم ازاي؟ لما يكون في خطة الدولة ماشية عليها، احنا عايزين نزود ايراداتنا من هنا لهنا، عايزين نزود خلق فرص عمل من النقطه دي للنقطه دي، وبالتالي كل واحد من المديرين بالدوله عليه هدف معين يقدر يحققه، في واحد اكتر من الثاني. ففي الحاله دي اقدر اكتشف مين حقق هدفه، مين حقق اكتر منه، مين حقق اقل منه، فاقدر احدد مين الكويس مين الاضعف منه. المعلومه دي انا مش قادر احددها، فبالتالي مش قادر اشوف الكويس اللي جوه الدوله. وللاسف في ناس كده مش للاسف قصدي لحسن حظنا في ناس كده كويسه، بس للاسف دي الناس دي بتمشي كويس وبيطلعوا دول عربيه ودول ثانيه. في نفس الوقت في كفاءات بره الجهاز الحكومي، بس طبعا الاستفاده تبتدي تستفيد بيها، تستفيد بالناس اللي جوه. فالحاجه الرئيسيه هي ان احنا التعليم هو اللي بيطور كل الدول صح، ولكن التركيز على تعليم الجيل الجديد ده مش هو ده الهدف. وانا احب اشبهها دايما بحته ايه، يعني ماتش الكوره كويس. ماتش الكوره احنا عشان تقدر تنجح لازم تشوط الكوره ما بين ال3 خشبات كويس. لو شوط الكوره في اي حته ثانيه في الملعب مش هتكسب. فهي الكرة ما بين ال3 خشبات انك انت تستفيد من المتعلمين، انك تحاول تدرب تعلم ال90 مليون و90 مليون يخرجوا يشتغلوا بره مصر، دي خساره يعني. بالظبط. الا فاصل نواصل بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي لزوار حوض أسماك ضخم في العاصمة الكورية الجنوبية في سيول، اللي شهدوا نهاية دامية لخلاف بين سمكتي قرش. الخلاف أفضى إلى ابتلاع السمكة الكبيرة للصغيرة. زي ما بيحصل في الحياة بيحصل كمان في عالم الأسماك، وده كان صراع السيطرة على جزء من الحوض. تعالوا نشوف.
ولأن الإبداع شيء رائع، اللي هنشوفه دلوقتي نموذج جميل لفنان قرر إنه يرسم اللاعب البرتغالي رونالدو وهو بيلعب بالكرة على الورق بطريقة تبدو كأنها مقطع فيديو. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is unstoppable. Free kicks has been a bit erratic this year. Magical. This one. We're getting ready. Oh, Ronaldo. El Pirata, por cierto, las reacciones en el banquillo. ¡Ojo a Cristiano! ¡Cristiano del área! ¡Sigue Cristiano! ¡Gol! فعلا شيء رائع ومبتكر وجديد. لكن دلوقتي معادنا مع أسعار العملات. دولار أمريكي شراء 7.78، بيع 7.83، يورو 8.41، 8.50، استرليني 11.7، 11.19، ريال سعودي 2.7، 2.8. أما الدرهم الإماراتي شراء 2.11، بيع 2.13. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 15/8، الإسكندرية 14/9، شرم الشيخ 18/13، الغردقة 21/11، الأقصر 17/9، أما في أسوان العظمى 17 والصغرى 10. وصلنا إلى ختام نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. شكرا لك دينا. شكرا أي. شكرا مهندس علي. شكرا. وشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا. غدا نشرة جديدة ولكن بعد قليل تلتقون مع إبراهيم عيسى. تابعتم في نشرة اليوم. اتفاق مصري روسي على إنشاء منطقة صناعية في خليج السويس. شكري يعنف نظيره التركي بسبب تصريحات حول مصر. الغزل والنسيج تطالب بقرار جمهوري لتقييد استيراد الملابس. للمرة السابعة هجوم إرهابي يستهدف كمينا بالجيزة. خامنئي يكرم القوات المشاركة في اعتقال البحارة الأمريكيين. الجيش السوري يحاصر مسلحي داعش في ريف حلب. بوكو حرام تشن هجوما وتحرق أطفالا أحياء في نيجيريا. 90 مليار دولار خسائر البورصات العربية بسبب النفط. وعلي والي يكتب: التعليم أساس التقدم ولكن بشرط.